تيفيس كود ولد في واحدة من المناطق الفقيرة في المدينة، وبدأ في تطوير مهاراته الموسيقية. كيف تم اتهامه بجريمة وخش للحبس لفترة طويلة، ومع هذا قرر يستخدم تجربته الصعبة وواجه انتقادات من الجمهور ووسائل الإعلام. السلام عليكم. في فيديو اليوم حندوي على قصة حياة الرابر الشهير تيفيس كود، اللي تحدى الحياة وتحول من حياة صعبة وسجن لنجاح كبير في عالم الموسيقى. وهاي خلينا نبدو الفيديو طول. تيفيس كود رابر مشهور وشخصية ملهمة في عالم الموسيقى. تيفيس كود ولد في واحدة من المناطق الفقيرة في المدينة، ولد في عائلة متواضعة وكان عندهم صعوبات اقتصادية كبيرة. من هو صغير اكتشف انه عنده شغف كبير في الموسيقى وكتابة الأغاني. كانت طفولته صعبة هلبة لكن مستسلمش للظروف، وبدأ في تطوير مهاراته الموسيقية من خلال كتابة الأغاني وتسجيلها في استوديو صغير وبسيط. وبدأ ينشر الأغاني على التواصل الاجتماعي وحصل على ردود إيجابية من الجمهور. مع مرور الوقت بدت موهبة تيفيس كود تلفت الانتباه، وانتشرت أغانيه عبر الإنترنت وولى عنده جمهور كبير، وبدأ يحصل على عقود تسجيل ويتعاونوا معاه مغنيين مشهورين في صناعة الموسيقى الراب. ومع هذا كله جاه مشاكل وتعرض لهلبة صعوبات وتحديات في حياته، وواجه مشاكل في علاقاته الشخصية وفي صحته النفسية، وواجه انتقادات من الجمهور ووسائل الإعلام. للأسف تعرض لفترة صعبة، كيف تم اتهامه بجريمة وتورط في شبكة إجرامية وخش للحبس لفترة طويلة، وهذا كان سبب يخلي حياته تنقلب. كانت فترة حبسته بالنسبة لي فترة صعبة، وواجه صعوبات نفسية واجتماعية كبيرة. ومع هذا بدلا من الاستسلام قرر انه يستغل فترة حبسته الطويلة لتحويل حياته. قرر انه يستخدم وقته بشكل ايجابي، حيث عمل بجهد لتطوير مهاراته الموسيقية وكتابته في الاغاني، وقدر يطور فهمه لصناعة الموسيقى بشكل عام. وكان يعتبر سجنه في مثابة تطوير حياته. وبعد فترة تم اطلاق سراحه، وواجه صعوبات كبيرة في إعادة بناء حياته ورجع مكانته في صناعة الموسيقى. ومع هذا قرر يستخدم تجربته الصعبة لتأثير إيجابي على الناس، وبفضل إصراره وموهبته قدر يرجع شهرته ونجاحه الكبير، ونزل ألبومات ناجحة ودار حفلات موسيقية كبيرة حول العالم. وهيك كانت قصة حياته، ومهتمين بها هلبا الناس لأن تبت للناس إن احنا نقدروا نتجاوزوا الصعوبات ونحققوا الأحلام بالزعيمة والإصرار. وواحدة من حفلاته اللي دارهم صارت زحمة هلبا، وجو ناس بكمية غير متوقعة. من كثرة الزحمة في ناس اغمى عليهم وممكن شخصين. وهيك نكون وصلنا لنهاية الفيديو. مرات نديرها هذه سلسلة. كان وصلتوا لهنا يعني عجبكم الفيديو، فديروا لايك واشتراك، وهاي تشاو، نتلاقوا في فيديو جديد.